على النبي والسلام على رسول السفيع العبداهي ومحمد ربي.
Kami mengucapkan terima kasih kepada ahli baik yang telah mempercaya kepada kami untuk memarhabankan anak kita yang berbahagia ini. Untuk mengawali acara marhaban ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. أبتدئ الإملاء
وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. النبوية الله ويعم الصحابة والأتباع ومن المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. ناظما من النسب الشريف عقدا تحلل مسامئ بحلال شزين من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم
حسبي ستر علينا الله علينا يا عمر
مرحبا يا مرحبا يا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Wahai anakku, tepat pada hari Minggu ini kami akan kabarkan namamu. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, patuh pada kedua orang tuamu dan taat pada perintah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Samaituka biismilladzi sammakallah Muhammad Syekh Amrullah Sekedang bin Hasanusi diikuti baca surat Al-Fatihah. Warahmatullahi ta'ala ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sempurna hidup iman dan Islam. Panggil lu kamu mana? La ilaha illallah. Anak kami anggunda, anak mertua, ikut suruh hentikan tegak perintah Allah, anakku henti bantah. Wahai ulang betul nasihat enda untuk kendaun, tambahkan teguh anakku ulang menghubung. Wahai anakku ulang mahkota, melihat kau anakku madelot empok, geluhi anak madelot tabor, kedua gantumu anakku ulang kau sopon, ni mata bibirut ini umpama cincin anakku dekat ni jari. Wahai ya Allah, Tuhan Tuhan, anak kami anggunda sehat afiat, pido bertuhan anakku kau selamat, umurmu panjang rezekimu berberkat, baginda melebih si kabar kami nari, cerita anggunda engkau mekari, elok umur panjang tulis
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة يا الله وأبواب الصحة يا رحمن وأبواب الصحة يا رحيم خصوصا على الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأغرزنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن استجب دعانا يا رحيم يا أرحم الراحمين بفضلك سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita hari terus.